العداله والتنميه الحزب عبد الاله بن كيران ناض حكم، يعني خرج الحكم ديالو، لم ينتظر هذا التحقيق ولم ينتظر تمحيص هذه الوثائق والتاكد منها، لا، نظر الحكم ديالو. يكتب: وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة في خرق سافر لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصلين 39 و 40 منه ومقتضيات المدونة العامة للضرائب. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الأستاذ عبد الإله بن كيران. وحدة من الجوج: يا إما عبد الإله بن كيران تطاول على الوزير ومشى بدأ يشهر به ويكتب ما يكتب ويتهمه بما ليس فيه، وبالتالي على وزير، هذا الوزير اللي هو وهبي 100%، خاصو يمشي يدير واحد الشكاية بتهمة التشهير والقذف والاتهامات الباطلة في حق عبد الإله بن كيران، ويتخذ القانون مجراه في حق عبد الإله بن كيران. هذا الاحتمال الأول. أو الاحتمال الثاني هو أن عبد الإله بن كيران راه عنده الصح في الكلام ديالو، وبالتالي يجب إعمال القانون في عبد اللطيف وهبي. عرفتي هاد لافير إلا خرجت دون سقوط أحد الرأسين، إما سقوط عبد الإله بن كيران وتقديمه للعدالة بهذه التهم، أو تقديم عبد الإله عبد اللطيف وهبي، فراه نقول لكم نغسلوا يدينا على هذا البلاد. راه ماشي عبد اللطيف وهبي لأن حميد المهداوي خيط قصير بمجرد ما قاله عليك مشيتي دعيتيه وحكمت المحكمة بما حكمت، واليوم لأن عبد الإله بن كيران حيط عالي ما غاديش تقدر عليه. وحده من الجوج: يا إما الكلام الذي يقول فيك صحيح وبالتالي ما غاديش تقدر دير فيه شكاية، وإلا كان خطأ ندير فيه شكاية.